بداية نعزي أنفسنا ونعزي عموم الشعب السوري بالمصاب الكبير بالألم بالمنطقة إثر حادثة الزلزال التي حدثت في المنطقة راح تحيتها الآلاف من الشعب السوري والشعب التركي. في بداية حدوث الزلزال تم تشكيل خلية أزمة على مستوى الشمال والشرق سوريا، وكانت هيئة الصحة أحد المكونات الأساسية لهذه الخلية. تم توجيه من قبل خلية الأزمة لتجهيز كل المشافي في شمال وشرق سوريا حتى تكون على استعداد تام لتلقي المصابين، تلقي الجرحى من المناطق المنكوبة إلى مناطق الشمال وشرق سوريا، وكان جميع مراكزنا جاهزة لهذه الخدمة. ولكن للأسف الشديد الحواجز موجودة ما بين الأراضي السورية منع وصول أولئك المصابين إلى مناطقنا، مع أنه كان هناك حاجة كبيرة لدخول المصابين إلى هذه المناطق وتلقي العلاج. تم دخول جسامين الضحايا إلى مناطق شمال وشرق سوريا. قامت هيئة الصحة بنقل هذه الجسامين من معبر عمدادات إلى مسقط رأس الجسامين وتسليمها لأهلها والمشاركة حتى في كثير مناطق بعمليات الدفن لهذه الجسامين. وصلت 79 جثة إلى مناطق الشمال وشرق سوريا.